اهلا بيكم في فيديو جديد هنكمل فيه بعض البلاد والجنسيات المهمة. عندي مثلا بلد زي روسيا. روسيا الصفة بتاعتها روسو. روسو. تشينا. تشينا. تشينيز. تشينيز. انديا. انديا. انديانو. indiano. Giappone. Giappone. Giapponese. Giapponese. Australia. Australia. Australiano. Australiano. Argentina. Argentina. Argentino. Argentino. Polonia. Polonia. Polacco. Polacco. Messico. Messico. Messicano. Messicano. Turchia. Turchia. Turco. Turco. Grecia. Grecia. Greco. Greco. دلوقتي هناخد صيغة هل، صيغة السؤال بهل، وازاي بنرد عليه باللغة الإيطالية. يعني مثلا لو أنا قلت لك تو sei، جملة عادية خالص، تو sei egiziano. تو sei egiziano يعني أنت بتكون مصري. لو أنا عايز أخليها بصيغة هل، صيغة سؤال، يعني بقول لك هل أنت مصري، أقولها إزاي؟ هي نفس الجملة، بس إحنا هنعمل إيه؟ هنحط في الآخر بونتو انتروجاتيفو أو علامة استفهام. يعني مثلا هقول كده تو sei egiziano. تو sei egiziano يعني هل أنت مصري؟ وفي الآخر أنا بحط علامة استفهام. وطبعا أنت لاحظت إن أنا غيرت التون بتاع صوتي، يعني ما بقتش أقول تو sei egiziano كأنها جملة خبرية، إنما بقيت تو sei egiziano، بان صيغة السؤال بقت هل أنت مصري؟ طيب أرد إزاي؟ لو أنا مصري هقول سي سونو ايجيتسيانو. أيوة أنا بكون مصري. سي سونو ايجيتسيانو. طيب ناخد بقى أو نتعلم صيغة النفي. لو أنا بقول أنا مش مصري، أنا لست مصريا، أقولها إزاي؟ إيو non sono egiziano. Io non sono egiziano يعني بحط non قبل فيربو essere. Tu sei egiziano؟ Sì, sono egiziano. No, non sono egiziano. وهكذا كل الأسئلة اللي بتبدأ بهل. كل اللي أنا بعمله بس بغير تون صوتي واحط علامة استفهام في الآخر. يعني مثلا لو أنا عايز أقول لك هل أنت روسي، أقولها إزاي؟ Tu sei russo. Tu sei russo أو tu sei russa. هل أنت روسية؟ لو أنت روسي أو أنت روسية هتقول لي سي sono russo أو سي sono russa. لو أنا مش روسي أو أنا مش روسية هقول no non sono russo. no non sono russa. طيب ناخد صفة تاني بسؤال هل. لو أنا بسألكم بالجمع بقى هل أنتم مثلا صينيين، أقولها إزاي؟ Voi siete cinesi. Voi siete cinesi. هتقول لي أو أنتوا هتقولوا لي sì siamo cinesi أو no non siamo cinesi. Siete cinesi؟ sì siamo cinesi. non siamo cinesi. وأشوفكم في فيديو جديد من إيطاليانيستا. Ciao!